السلام عليكم. يلا بينا نعمل كشري. هنعمله بنفس طريقة الكشري اللي بناكله برا البيت. أول حاجة هنعملها هي المكرونة. هحتاج نص كيلو مكرونة، ربع كيلو اسباجيتي، وربع كيلو مكرونة صغيرة. هاجي بقى في حلة فيها مية مغلية واحط المكرونة. هكسر المكرونة الاسباجيتي نصين. احط معلقة ملح واقلب واسيبها تتسلق. هسيبها حوالي من 5 ل7 دقايق. في خلال ال5 دقايق دول لازم اقلبها كل شوية عشان مش تلزق في بعضها. المكرونة وهي بتتسلق مش بنغطيها. بعد 5 دقايق اختبر مكروناية، لو لقيتها طريت بس مش طريت جدا تبقى كده بقت جاهزة. اشيلها بقى اصفيها من المية واحط عليها معلقتين زيت واقلبها. يلا بقى نعمل الرز. اجيب بقى في حلة احط شوية زيت صغيرين. لما الزيت يسخن احط نص كوباية شعرية. اقلبها على طول لان الشعرية بتتحمر بسرعة. لما الشعرية تبقى لونها ذهبي انزل عليها بنص كيلو رز كون غسلاه كويس. الشعرية لازم اقلبها على طول عشان كلها تبقى لون واحد. انزل كمان معاها بنص كوباية عدس بجبة مغسول كويس ونقعاه قبلها بساعة. حط معلقتين ملح ونص معلقة كمون ومية. المية تغطي الرز مسافة عقلة صباع، مش تبقى أقل من كده ولا أكتر من كده. المية لو مش مغطية الرز مش هيستوي كويس، ولو زيادة عن كده هيبقى معجن. وهسيبه على نار عالية. لما الرز يشرب المية بتاعته أقلبه ووطي عليه النار لحد ما يستوي. نجيب بقى الحمص بعد كده نغسله كويس مرة واتنين وتلاتة ونقعه لمدة 3 أو 4 ساعات. وبعد كده انزل بقى بيه في حلة واحط معاه معلقة ملح، نص معلقة كمون، ومية واسيبه يغلي. بعد شوية بص عليه الاقي المية قلت ازود مية تاني. اختبر بقى الحمص. امسك حمصاية ادوس عليها، لو لقيتها بقت طرية والقشرة طلعت في ايديا يبقى كده اتسلقت. نعمل بقى البصل اللي هو الورد. اجيب نص كوباية دقيق ومعلقتين نشا، اقلبهم في بعض. معايا بصلاية كبيرة مقطعاها ترنشات رفيعة. حط بقى البصل في الدقيق وقلبه. النشا هو اللي بيخلي البصل يقرمش. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك.
ما تنسوش وانتوا بتعملوا الكشري تصلوا على النبي. اجي بقى في طاسة او في حلة يكون فيها زيت غزير، انزل بالبصل لما الزيت يسخن. اقلب على طول عشان البصل كله ياخد نفس اللون. لما البصل يحمر اشيله في مصفى، ما طلعهوش على منديل عشان مش يطرى، يفضل مقرمش كده. اعمل بقى بقية الكمية. نيجي بعد كده للدقة بتاعة الكشري. معايا راس توم مفرومة، انزل بقى بيها كده في حلة ومية، 3 معالق ملح، معلقة كمون، ومعلقة كزبرة، وربع كوباية خل. اقلبهم واسيبه يغلي. يلا بقى على الصلصة. معايا 3 فصوص توم مفرومين، حطهم في حلة فيها شوية زيت صغيرين، اشوحهم. بعد كده انزل عليهم طماطم معصورة، انزل بقى بمعلقة ملح، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، وربع معلقة سكر. معلقة السكر دي بتعادل الطعم وبتمنع الحموضة. يلا نعمل بقى هريسة الشطة. اجي في طاسة فيها معلقتين زيت، انزل بمعلقة شطة كبيرة واشوحهم. اقلب باستمرار عشان الشطة مش تحرق. بعد كده احط كبشة صلصة اللي احنا عملناها. الهريسة تبقى على نار هادية عشان الشطة مش تتحرق. اللي يحب الهريسة حر قوي نزود معلقة شطة كمان. معلقة خل، بس كده. يلا بقى نغرف طبق الكشري. شايفين الرز مستوي مش معجن ومفلفل، والمكرونة مستوية مظبوط مش معجنة، والبصل مقرمش، العدس مستوي ومش معجن. مش عايزة اقول لكم بقى على ريحة الكشري، بتوصل لأول الشارع. شايفين شكله يفتح النفس. بألف هنا.